السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنتكلم عن عطل F42 في المكن الشرب، فده معناه إن تانك الديفولبر فيه مشكلة. فاحنا بنتأكد إن هو مثلا أنو تانك ديفولبر بالظبط، فبنبدأ ندوس شباك نجمة سي نجمة، فبتظهر لي القائمة بتاعت الإعدادات. بكتب 25 وبعد كده بدوس تصوير، بعد كده بقوم جاي كاتب 2 ودايس بردك تصوير، فبيظهر لي الإعدادات كلها بتاعت تانك الديفولبر، وبيقول لي أنو تانك عندي ناقص. نفترض مثلا إن اللون الأصفر عندي هو اللي ناقص، فانا علشان اظبط تانك الديفولبر بتاع الاصفر بدوس على علامة الاصفر وببدأ اكمل. هو كده بيبدأ تدوير، فطالما عمل كده يبقى هو بيطالب مني ان انا اعمل تدوير للاربعة، يعني الاربع تنكات بتوع الديفولبر يتعملوا. بعد كده بدوس اكسكيوت، كده هو بدأ يعمل زي دورة ريفريش مثلا للتنكات الديفولبر كلها، وبعد كده ببدأ اطفي المكنة واشغلها. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي المكنة ايه اشتغلت معانا تمام كده. المكنة اشتغلت معانا طبيعي، وشكرا جزيلا، وما تنساش تعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد.